لما تبدأ تعرف واحدة في حياتك، وتبدأ واحدة واحدة تتكلموا مع بعض، تكون انت شغال على نفسك، شغال على نفسك، وتوصل عند ليفل معين من جسم، من فلوس، من اي مكان، الليفل اللي انت وصلت له في حياتك. وفي الاخر هتيجي واحدة بكل بساطة جدا هتقول لك انا بحبك. انا عايزك تغير المفهوم بتاع كلمة انا بحبك لأنا بحبك دلوقتي. هي حباك دلوقتي في الليفل اللي انت فيه. اوعى تصدق واحدة مهما كانت تقولك انا بحبك. انت بتحبيني؟ اوكي. اول وقعة انت هتقعها في حياتك، او اول نوبة اكتئاب، او اول اي مكان بقى الحاجة دي، حبها ليك ده بيتهز. يعني هديلك مثال بسيط. دلوقتي انا واحد صاحبي كان موجود، هو كان بيحكي برضه، كان بيحكي لي يعني، فهو في البيك بتاعه. فهو في البيك بتاعه من ناحية الدراسة، ومن ناحية التمرين، واي مكان بقى اللايف ستايل بتاع حياته. جت واحدة دخلت حياته. البنت دي كانت، مش هجيب سيرة اسمه ولا اسمها يعني، البنت دي حرفيا كانت بتحايل عليه ان هي تكلمه، وان هي تتعرف عليه واي مكان وبتاع، وان هي تقعد معاه. يعني فكرة ان هي تقعد معاه دي حاجة كانت كبيرة جدا يعني، تمام. وبعد كده بدأ يقل، بدأ الليفل بتاعه يقل، بدأ الاتيتيود. كلمة اتيتيود دي مهمة جدا، هتعرف قيمتها بعدين. الاتيتيود بتاعه بدأ يقل، بدأ يبقى في مشاكل مع أهله، بدأ يبقى في مشاكل في الشغل بتاعه، بدأ يكون مشاكل فيه في الجيم، بدأ ما يتمرنش، بدأ يعدي على نوبة اكتئاب، بدأ يشرب سجاير، أي مكان بقى الحاجة اللي هو بدأ يعملها. وكان بيحكي لها عن الحاجات دي، يحكي لها يقول لها أنا عندي مشاكل في كذا، أنا عندي حوارات مع كذا، أنا حاسس إن أنا مخنوق، حاسس إن أنا متضايق. لأن هو كان مفكر حاجة، إن هي حباه لنفسه، لنفسه، علشان هو كذا، او عشان هو اسمه كذا، او اي مكان. هي حباه لنفسه، لذاته. الكلام ده اقسم بالله ما بيحصل. في بنات هتطلع تتكلم، على فكرة مش كل البنات كده، على فكرة، اصل مش كل البنات بتفكر بالطريقة دي. هي لو حباك هي هتحبك زي ما انت، وهتقعد تسمع لك، وهتقعد تفضفض لي مشاكلك ومش عارف ايه، واي مكان تحسسك بعد كده بالزون دي. تيجي تكلمها بعد يومين يا اسطى تقول لك انا، تلاقيها مش حباك. طب انت لسه حبايبي من اول امبارح، احنا لسه اول امبارح كنا في ديت والدنيا كانت زي الفل. مش عارفه، مش عارفه. فانت فاهم انا بتكلم في ايه؟ انا حاسس ان انا، هي مش عارفه هي مش حباك ليه. ده بسبب السيستم بتاعه. لما تكون في بنت سابتك لاي سبب من الاسباب، وعادي يا اسطى اعترف، عادي. انا في بنات يا جدعان سابتني على فكره، عادي، فاهم حاجه؟ بس انا عارف هم سابوني ليه. يعني العيب ان انا ما اعرفش هم سابوني ليه. سابوني بسبب وقعات انا وقعتها، وقعتها في حياتي. ايا كان بقى الحاجه دي، كانت شغل، الحاجه دي كانت فلوس، الحاجه دي كانت نفسيه، اي كانت تمرين، كنت باجي مثلا تمرين عشان خاطر اقعد معاها. ايا ما كان بقى الحاجه اللي انا عملتها دي. المهم ان انا ايه، الاتيتيود بتاعي قل. مهاب اللي هي كانت عارفاه في الاول ما بقاش مهاب اللي هي كانت عارفاه تاني، تمام. الاتيتيود ده من ساعه ما قل وهي سابتني، او ما بقتش ترد عليا زي زمان، او ما بقتش تحس بقيمه القعده. يعني انا لما بكون قاعد مثلا مع واحده، انا كده كده مديها من وقتي، فاهم؟ يعني الوقت ده انا كان ممكن احطه في شغل، كان ممكن احطه في اي مكان بقى الحاجه اللي انا كان ممكن اشتغل عليها، ممكن احطه في مذاكره، اي مكان. ممكن واحده تقعد تقول لي طب انا مديك من وقتي. قاعد- ما اعرفش بصراحه يعني، فاهم حاجه؟ في اي مكان يعني. فانا مديها من وقتي، الوقت اللي انا قاعد فيه مديها دماغي دي كفايه يعني. فكك من اي وقت تاني، فكك من الساعه ولا اي مكان هنقعدها مع بعض. انا مديها دماغي. دماغي دي يعني انا ممكن دماغي واخد الريسك ان انا ممكن تزيد، ممكن اطلع من القعده دي مبسوط وفرحان وبتاع والحاجات دي، وممكن اطلع من القعده دي كاره اليوم اللي انا نويت ان انا اتعرف عليها. فهمت انا بتكلم في ايه؟ والكلام ده بيحصل. الست يا جدعان بالنسبه لنا، او بالنسبه لاي راجل عامه، مفيش حد يضحك عليك ولا غير كده، واحده من اكبر الحاجات اللي ممكن تاثر عليك كراجل. ممكن تعليك فشخ، وممكن تقللك قوي. فهمت انا بتكلم في ايه؟ فالمهم يعني بعد ما تتعرفوا على بعض وتبدا تتكلموا مع بعض، وتبدا يبقى في كلام ما بينكم، وتبدا تشوف عينيها بتلمع وهي بتشوفك، تبدا تشوف ان هي ما مصدقه ان هي نزلت معاك اي مكان بقى الحاجه اللي هي بدات تعملها، بدات تقرب منك وبتاع. بتبدا تحط نفسك في كومفورت زون. انا خلاص، انا وصلت اللي انا كنت عايزه، انا وصلت للجسم اللي انا كنت عايزه عشان خاطر يلفت انتباه البنت، انا وصلت للليفل اللي انا كنت عايزه من الفلوس
عشان اعيش كويس، او عشان مثلا اعرف اعزمها على حاجه، مثلا لو هي طلبت حاجه بتاع اي مكان بقى الحاجه دي، او عشان اعرف اخرج معاها، ما اكونش مثلا مش عارف اخرج معاها لان انا مش معايا فلوس. اي ما كانت بقى الحاجه دي، وصلت مثلا ليفل معين في الدراسه، بعد كده تبدا تقل. انت وصلت ليفل اللي انت كنت عايزه، خلاص انت قاعد مرتاح. عارف لما تكون قاعد مرتاح مع اهلك؟ يا جدعان انا اكتر فتره ببقى فيها الاتيتيود بتاعي بينزل فعلا لما اكون قاعد مع اهلي، ده بجد، فاهم؟ ليه ومش ليه اي مكان، لان انا ببقى في كومفورت زون يا اسطى بصراحه. انا ببقى في كومفورت زون، انا قاعد مرتاح. عشان كده لو انا هناك بحاول انزل، بحاول اروح، بحاول اجي، بحاول يبعتوا لي مثلا مشوار في اخر الدنيا، مثلا حتى لو رايح مشوار ده بالعربيه اي مكان يعني، بس فكره اللي هو انا مش قاعد منتخ وبتاع والحاجه جايه، لا انا عايز اروح مشوار، عايز انزل، عايز اروح، عايز اجي، عايز اعمل مش عارف ايه. اللي هو لا يا جدعان ما تحسسونيش ان انا قاعد في زون الراحه دي. زون الراحه دي حتى وانا قاعد عندهم مثلا اسبوعين، مثلا في كل مثلا شهرين ثلاثه، برضه ما تحطنيش في زون الراحه دي، لان زون الراحه دي بتاثر عليا. بروح الجيم مثلا كتير، فهي الفكره دي كلها ان انا بحاول ان انا زون الراحه دي ما بقاش انا فيها. بس ما بعرفش اركز قوي مثلا في المذاكره، ما بعرفش اصور، حتى التصوير ما بعرفش اصور. وهم عارفين حاجه زي كده، حتى انا بقول لهم هرجع اشوف شغلي، هم عارفين مقدرين ان أنا هرجع اشوف شغلي، فاهم؟ المهم ايه، فانت بتبقى في نفس الزون الراحه دي. علشان كده لما يجي حد بيتجوز واحده، وصل اللي هو الليفل اللي هو عايزه، تبدأ تقل الاتيتيود بتاعه، يبدأ يطلع له كرش، يبدأ ما يروحش الجيم قوي، يبدأ يلخبط في الأكل، يبدأ بعد سنة ولا سنتين ولا أي مكان يوصل بعد كده لإيه، لل... لل... يطلع له بقى كرش، وأي مكان بقى يبقى في زون الراحة. وفي الآخر تيجي هي فعلا بتبقى عايزة تسيبك، ويحصل بقى قواضي بقى وخلع ومش عارف ايه، وأي مكان بقى الحاجات دي بتحصل ليه؟ رغم ان هي كانت حباك، خلي بالك قبل الجواز هي كانت حباك. ليه؟ بسبب ان انت الاتيتيود بتاعك نزل. الاتيتيود بتاعك نزل. انت كنت في ليفل معين، هي كانت عايزه شايفاك فيه. كانت شايفه انك انت بتصحى الصبح بدري، تنزل تتمرن، بعد كده تروح الشغل، بعد كده ترجع مش عارف ايه، تشتغل على لابتوب، اي مكان بقى الحاجه اللايف ستايل اللي انت كنت عايشه، وبعد كده تخرج بالليل. هي كانت شايفه لايف ستايل معين، فهي اعجبت باللايف ستايل ده. هي الفكره كلها فكره الحلم بتاع اللايف ستايل، ان هي حابه اللايف ستايل بتاعك، هي مش حابك انت. مفيش حد في الدنيا يحبك انت. اقول لك على حاجه، لو هي حباك انت، فايه اللي يمنعها ان هي تحب اي راجل تاني ماشي في الشارع؟ صح؟ فكر فيها كده. يعني هي حباك عشان خاطر انت في التوب، وعلى فكره دي حاجه كويسه على فكره، ان هي حباك عشان خاطر انت في التوب بتاعك. طب ما هو لو هي بتحب عشان خاطر شخصيتك، او عشان خاطر انت نفسك، او عشان خاطر القرف بتاعك، او في اي مكان بقى اللي هو انت في زون الراحه وبتاع وقاعد كده ومش عارف ايه، طب هي ممكن تحب اي راجل تاني اصلا. يعني اشمعنى انت؟ صح؟ اشمعنى انت؟ فكر فيها كده. لا هي مش حباك انت في الزون دي، هي حباك وانت هانتر، حباك وانت بتتمرن، حباك وانت بتروح، حباك وانت بتيجي، حباك وانت بتعمل. ده معنى كلمة الحب. فلما تيجي واحدة تقول لك انا بحبك، هي ما بتحبكش، هي حابة اللايف ستايل بتاعك، وحباه دلوقتي. دلوقتي لما تيجي بنت تسيبك، اعرف ان هي شافت حد تاني عنده لايف ستايل، او عنده حياة، او عنده اتيتيود. شافت حد دماغ كده احسن منك. هي دي حاجه اسمها نظريه انا مش فاكر الشمبانزي او اي مكان، اللي هو انت القرد لما بيسيب شجره معينه او غصن معين، فبيبقى ضامن ان هو ماسك غصن تاني، فاهم حاجه؟ فبيسيب ده ويروح لده، يسيب ده ويروح لده، فاهم حاجه؟ طيب، بس يا مهاب، هو انا ممكن اكون برضو في البيك بتاعي، او ان انت مظبط كل حاجه في حياتك وخلاص، هي بقى يعني انت كنت حياتك كانت قويه، انت لسه في نفس الجيم، نفس الاتيتيود، نفس كل حاجه، وجت هي سابتك، او مبقتش تحبك، مبقتش ترد عليك زي زمان، وخلاص انت كل حاجه بالنسبه لك بيرفكت، فاهم حاجه؟ وانت متاكد وسالت الناس اللي حواليك وطلع ان انت فعلا كل حاجه بالنسبه لك بيرفكت، خلاص يبقى انت كده اخترت شخص غلط. ما لهاش حل تاني يا جماعه، ما هو انت خلاص انت كده اخترت شخص غلط. خلاص دي ما تزعلش عليها. لكن انت تزعل لما تبص نفسك في المرايه وتقول ايه اللي انا عملته ده، ايه اللي انا عملته ده. فهمت انا بتكلم في ايه؟ يعني انا عايز اوريكم مثال، عايز اوريكم جسمي كان عامل ازاي. بس انا ممكن اوريكم جسمي دلوقتي. شايفين البايسبس دي؟ شايفينها؟ استنى، المشكله الكاميرا وايد، شايفين البايسبس دي؟ آه عايز اوريكم بقى جسمي كان عامل ازاي في اخر مره كنت مرتبط بيها. هوريكم مرتين اخر مرتين انا ارتبطت بيهم، تمام؟ او كنت في علاقه فيهم مع بنات يعني. او شايفين الوايد، هتحس ان انا دماغي كده فيها حاجه، بس يا جدعان انا فحلت، خلي بالكم.
يعني ما اعرفش انتوا واخدين بالكم ولا لا، بس انا حاليا 87 كيلو وانا 190. فبصوا هتلاقي ان انا حتى ايه، انا كل مره يا جدعان باجي لكم ببقى افحم من المره اللي قبلها، خلي بالكم. فاهم؟ حتى تلاقي البنش كده، بص 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 فاهم؟ تلاقي الظهر ومش عارف ايه. مشكله الكاميرا وايد يا جدعان، مفيش حاجه باينه. او يعني الموضوع باين غريب، الدراع باين غريب، فاهم؟ بص الباب عامل ازاي. المهم انا هوريكم مرتين اللي انا كنت فيهم. آم، انا ممكن اقول لكم على حاجه تانية برضو بجانب وانا بدور يا جدعان. البنت البنت بتحبك. البنت بعد ما بتسيبك اعرف ان هي من الاخر يا اسطى، من الاخر آه، هتيجي في يوم من الايام وهتدور عليك. هتلاقي انها بتدور على لبسك كده. بص انا هوريكم يا جدعان بس صور قديمه. انا يا جدعان كان عامل جسمي كان كويس ساعتها. انا كنت انا مرتبط بواحده في الكليه عندي، وجسمي كان يعني جسمي كان كويس، ما كانش وحش. كان في شيست، كان في ظهر. هوريكم الظهر بتاعي كان عامل ازاي. كان في ظهر. عايز اجيب لكم صوره حلوه. بصوا يعني كنت كان كويس، ما كانش وحش قوي يعني، فاهم؟ دول عن انا ما كانش عندي ماسل ماس قوي، بس هو الليفل كان كويس. هوريكم بعد ما انا كنت مع ارتبطت ودخلت علاقه باي مكان بقى جسمي كان عامل ازاي. ثانيه واحده اشوفها لكم. أم، عايزين صوره يا جدعان تبين يا جدعان. بص الصوره دي مش مبينه قوي، بس بصوا. بصوا كنت واصل لحد فين. كنت خاسس فشخ. بصوا هوريكم صوره تانية نفس القصه. يعني البايسبس اللي كانت عندي دي دلوقتي ما كانتش عندي. اكتر حاجه فاكر زعلتني ان هي كانت بتقعد، يعني كانت بتمسك في دراعي ومش عارف ايه، فاهم؟ آه... تقعد بقى تمسك في دراعي او تمسك في البايسبس بس ايه البضان ده احا. ما كانش عندي بايسبس ساعتها. ده بقى اللي زعل بقى، ده بقى اللي زعل. انا كنت ما كانش عندك بايسبس ساعتها. ايه تاني؟ هحاول اشوف لك صوره تانية. بس انا كنت في نفس الليفل ده، كنت في نفس الليفل بتاع الخسان ده. كنت خاسس قوي. جسمي فعلا كان وحش، وظهري كان وحش، وايام ما كان بقى وحياتي كانت وحشه. ف... فانا وقعت، وده الطبيعي. انا كنت عارف ان بس كنتش عارف بقى ساعتها بقى يعني اتيتيود، ولا كان عندي حتى مهاب يطلع ينصح. حتى بص الرقبه يا جدعان، حتى بص الرقبه في شغل يا جدعان بجد. لا يعني نقدر الشغل. انا شايف ان احنا نقدر الشغل تمام. لما البنت بتسيبك اعرف ان هي هتيجي، لو مش دلوقتي هتيجي قدام. وانا بقول لك والله العظيم الكلام اللي حصل مع كل اكس من اكساتي. حلو الكلام. بتيجي قدام وتشوف بعد كده، حتى لو هي ارتبطت بحد، حتى لو هي حبت حد تاني، ايا ما كان. ما اسمعش في حبايه او في يعني بيل او في فلسفه تانية انا هطلع اتكلم عليها دلوقتي، بس هقول لكم عليها تمام. فالمهم ايه، هي بتطلع بتشوفك بعد كده، ان هي بتشوفك ان انت الليفل بتاعك. ممكن تبص على اكونتك على الانستجرام بعد كده من اكونت فيك، ممكن تبص على اكونتك على التيك توك، اي مكان. تشوف بعد كده هل الموضوع كان يستاهل ولا لا. هل كان يستاهل ان انا اسيبه ولا لا. هل يستاهل من ناحيه شكله، من ناحيه جسمه، من ناحيه فلوسه، من ناحيه خروجاته، من ناحيه اللايف ستايل. هل هو ندمان عليا ولا لا. فبجد يا اسطى هي لو دخلت عندك الاكونت ولقيتك منزل اغاني بتاعت ولو نسياني ما يسرش انا حالي ما يضرش ولا مش عارف ايه، ولا كان اسمها ايه، سبتها وليه بحبها مش عارف ايه. الاغنيه دي يا جدعان عليا الحرام. انا لو سمعتها مثلا كم مره على بعض انا ممكن اقطع لي شريان، فاهم حاجه بجد يعني. خلي بالك من الاغاني اللي انت بتسمعها يا اسطى بجد. يعني لو انت مفركش خلي بالك، نقي الكلام والاغاني والبودكاستات والناس واصحابك والحاجات اللي انت بتدخلها لمخك. انا سمعت اغنيه وليه بحبها ما هي ماضي عدى وانتهى، وليه سبتها مش عارف ايه، حاجه زي كده بتاعت احمد. المهم يعني تمام. كنت قطع لي شريانين، فاهم؟ فهي لما تخش عندي في البروفايل وتلاقي ان انت فعلا بتنزل حاجات زي كده وريبوستات بقى على التيك توك ومش عارف ايه، بصراحه لسه بتتبسط تمام. لما بتلاقي بعد كده انت لا في اللاندنج بيج بتاعتك او اي مكان بقى في حياه، بقى في شغل، بقى في اي مكان مش ناشر اي حاجه ليها علاقه بانك انت كنت مفركش ولا كانك كنت لسه مفركش يعني، فاهم؟ حياتك ماشيه عادي، شغلك ماشي عادي، بل بالعكس بقيت اقوى، بقيت احسن وبتاع. هي والله العظيم يا اسطى بترجع تفكر في نفسها تقول ايه اللي انا عملته ده، ايه اللي انا عملته ده. اصل انا عايز اعرفك حاجه، هي برضه يا اسطى يعني هي انا قابلت يا جدعان واحد قال لي جمله، قال لي يا اسطى هي تستاهل حد احسن مني، او هي احسن مني حاجه. قال لك هي احسن مني وتستاهل حد احسن مني. احسن منك في ايه يا اسطى؟ انت عبيط يا اسطى. هي بنت رئيس الوزراء
ايه تستاهل حد احسن من ايه؟ مين يا اسطى بجد؟ واحده قاعده تسكرول على تيك توك. بتعمل ايه في حياتك؟ مش عارفه. بنزل. ما بتنزلش حتى، بتنزل بس قاعده على تيك توك، تشوف ناس، تعمل بوستات، تبعت ريلز، بس. بس فهي مش حاجه، انت لو حاسس ان هي حاجه، هي وحياه حاجه. وانت مش سبيشال. عشان نيجي برضه على النقطه التانيه، انت مش سبيشال، انت سبيشال دلوقتي. اول ما بتنزل هي شايفه ان هي تعرف تصطاد او تعرف تجيب اتيتيود اعلى منك، فبتبدا تشوف الاتيتيود العالي ده. اه، ده انا ممكن اصطاد ليفل اعلى، ممكن اجيب حد احسن منه، ممكن اجيب حد شكله احسن او فلوسه احسن او اي مكان وبتاع، فتروح له. فاهم حاجه؟ عايز تسميها بقى ان هي كده واحده شين او اي مكان، سميها اللي تسميها، بس هي دي مش شين يا جدعان. الشين يا جدعان دي بتكلم ولاد لاجل ان هم ولاد. فاهم حاجه؟ يعني بتكلم ولد عليك لاجل ان هو ولد وانت اصلا احسن منه، فانت بتكلمي ولد، انت بتخونيني ليه مع حد اقل مني؟ فاهم حاجه؟ فهي كده فيها مشكله فيها هي، فاهم؟ فدي معنى كلمه شين. فانتوا فهمتوا الليفل اللي انا بتكلم عليه. عايز اقول لك على حاجه، هتيجي في يوم من الايام وهتفركش معاك مع الواد اللي معاها، او هتيجي تقرب من ولد تاني اللي هي كانت قريبه منه ويرجع يكرف لها. عايز اقول لك في احتمال ان هي ترجع لك تاني. يعني لو لقيتها ان هي فجاه رجعت لك وفجاه بقت بتحبك وفجاه بقت اي مكان، حاجه من الاتنين حصلت. يا اما الواد اللي معاها اداها بالجزمه، فاهم حاجه؟ إيه، وهي شافت الاتيتيود بتاعك فعلا يعني يا اما الواد اداها بالجزمه تمام فهي رجعت لك، يا اما فخلاص بقى عندها فراغ عاطفي، فالفراغ العاطفي ده هتفرغه في مين؟ فيك انت. انت اللي استبت. وانت اول ما تقول لك انا بحبك وما كنتش قصدي ان انا اخونك واي مكان، وانت تصدق زي الحمار وتروح في الاخر تصاحب حد تاني غيرك. انا فاهم الموقف ده حصل لك، انا حصل لي انا شخصيا، فاهم حاجه؟ واحده برضو خانتني وبتاع، بس الكلام ده كنت انا صغير يعني، فاهم؟ ما كانش في حته الفاليو دي، ما كانش في فاليو اصلا انا كنت في اعدادي، فاهم؟ فانت فاهم الليفل اللي بكلمك فيه. انا كنت في اعدادي او كنت في اولى ثانوي، فانت فاهم انا كنت في ليفل، يعني الكلام ده بيحصل من واحنا صغيرين يا جدعان، فاهم؟ بس من بعد اعدادي بصراحه عشان خاطر في اعدادي انتوا كلكم زي بعض، مفيش فرق قوي ما بينكم يعني، فاهم؟ ممكن تبدا من بعد ثانوي يعني او في ثانوي. المهم ان هي ايه، تاخد لفتها، الواد يكرف لها، ترجع تقول لك انا بحبك، انا ما كنتش عايز اسيبك، انا فاهم؟ او يبقى اول حاجه فراغ عاطفي، جالها فراغ عاطفي فجت تفضي فيك. الحاجه التانيه ان هو يا اسطى الواد اللي معاها يكون ادالها كلام حلو، ادالها دوبامين حلو، ان هو حبها، فترجع. انا عارف الكلام ده ادفانسد قوي، بس الكلام ده انا اكتشفته واتعلمته بصراحه يعني، اتعلمته من نفسي واتعلمته من ناس تانية عشان ما كنتش كذاب برضه، فاهم؟ فتيجي فجاه الولد يديها دوبامين معين، شط من الدوبامين كده، وفي الاخر يقول لها انا بحبك وبتاع، فهي تحس بلافلا وتحس بحاجه جميله جدا، شعور جميل جدا. فممكن ترجع وتقول لك انا بحبك تاني، ترجع تكلمك تاني، بدليل ان هي ترجع تكرف لك تاني. ما هي رجعت كرفت لك تاني، معناه ان هو كان في شوت دوبامين او شوت واقع، ما كانتش ستاندر، ما كانتش عاديه، ما كانتش في وعيها، فاهم؟ وهي بتقول لك حاجه زي كده. فانت لازم تحرص من حاجه زي كده. الحاجه الثالثه ان هي بس حاجتين دول، يا اما ده شوت دوبامين عالي، يا اما ده شوت دوبامين قليل يعني. فهمت انا بتكلم في ايه؟ عشان ما تتخدعش، عشان الكلام ده انا وقعت فيه كذا مره، بس كان زمان ما كانش عندي وعلى فكره كل مره انا فركشت فيها كنت قاعد بحلل الحاجه انا كنت فركشت ليه يا جدعان، ايه اللي حصل؟ اقول لك على حاجه، انا ممكن اكون مثلا قاعد مع واحده والاتيتيود بتاعي او مثلا اي مكان بقى، يعني كانت انترستد ليا فجاه ما بقتش انترستد ليا، فاهم؟ فانا مش باوفر ثينكينج قوي، بس انا بس عايز افهم هي ليه مش انترستد ليا. هل انا مثلا اتدلقت في الكلام؟ ممكن، ما اعرفش، فاهم؟ هل انا كنت اتدلقت في الكلام؟ هل انا كنت هنقع في الكلام؟ اكيد عملت حاجه، يعني اكيد انا عملت حاجه كان هي كانت انترستد ليا في فيرست امبريشن، وبعد كده وقعت. او بتكلمها مثلا على الواتساب ما بتردش حلو، فاهم؟ وهي كانت انترستد ليا في الاول، اكيد انا عملت حاجه غلط. فانت لازم ترجع تبص على الحاجات اللي انت عملتها عشان الغلطات اللي انت غلطتها دي ما تغلطهاش تاني. حلو الكلام، انا قلت كل الكلام اللي عندي. أم، قولوا ايه رايكم، هل الموقف ده حصل لكم ولا لا؟ اكتبوا لي تحت في الكومنتس الكلام ده حصل لكم ولا لا. عشان تبدا تكبر وتبدا تعمل اونلاين بيزنس، تبدا تقدم خدمات اونلاين ايا ما كان، لازم تكون متعلم حاجات ليها علاقه بزنس سكيلز. فكك بقى من
دروب شيبينج بقى والعط والحاجات دي كلها. فكك من الكلام ده كله، يعني احنا بنتكلم، انا اصلا المفروض انا بخاطب ناس تقيله فشخ يعني، فاهم؟ بس فكك من الكلام ده كله، انت عشان خاطر تشتغل على السيرفيس بتاعتك او تشتغل على الخدمه بتاعتك، لو انت فريلانسر، لو انت ميديا باير، لو انت بتقدم اي خدمه اي مكان، لازم يكون عندك بزنس سكيلز قويه. هي دي اللي بتخليك تعمل اوفر قوي وسعره غالي. يبقى عندك مهارات في السيلز، تعرف تقفل البيع، يبقى عندك مهارات في الماركتنج، يبقى عندك مهارات في التعامل مع العملاء اي مكان بقى. كل الحاجات دي كلها اسمها بزنس سكيلز، احنا بنتعلمها في الديلرز. اول ما بتعمل جوين بنستلم بروجرام بعديها بيومين، بيبقى فيه بروجرام، بيبقى فيه كورسات، بيبقى فيه كل حاجه. بروجرام بيبقى 8 اسابيع، الاسبوع الاول مثلا تحسن الاوفر، الاسبوع الثاني تحسن حاجه اسمها بوزيشننج، او هتفهمها انت فاهم. حاجه الاسبوع الثالث بعد كده تحسن مهاراتك في السيلز، وبعد كده تبدا تبعت وتجرب في اي مكان. فبيبقى فيه بروجرام كامل، زائد ان احنا بنخش مع بعض ميتنج كولز مع بعض كلنا، تمام. بلس ان انت بيبقى في جروبات او في حاجات انت ممكن تسالني، تقول لي مثلا ازاي ابلاي حاجه زي كده. بلس ان انت كده كده عشان خاطر بس الناس اللي بتجدد، الناس بتقول لي ممكن اجدد ليه، ما ممكن اسمع الكورس كله. لا، هو انت تخش في ميتنج كولز، في انك انت بتبعت لي مثلا ان انا براجع التاسكات بتاعتك، في انك انت ممكن تسالني في اي مكان بقى. الحاجات دي كلها فاهم حاجه، في ان انت بتخش مع تيم معين، التيم ده بعد كده انت ممكن تطلعوا تلخصوا لنا مثلا مجال معين، او تلخصوا لنا كتاب او اي مكان بقى. فبيبقى الموضوع كويس في ان انا بطلع اخش جروب ميتنج، يكون انا بطلع بدي محاضره معينه في حاجه معينه، فاهم حاجه؟ فالموضوع جامد فشخ. الديلرز واحده من افضل واقوى الحاجات اللي انا بنيتها على ضمانتي وعلى ضمانتي المعلومات اللي جوه. تلاقي اللينك في الديسكربشن تحت. اعمل جوين، ما ترددش مرتين، عشان دي واحده من افضل الاستثمارات اللي انت هتحط فيها فلوسك، وهترجع لك اضعاف. انا بعلمك ازاي تعمل هاي تيكت اوفر وتعرف تماركت له، تمام.